هذا ما نتمناه، أن يبتسم الحظ مجددا للجزائر رغم صعوبة المنافس. بالطبع هذه ربما أحد المباريات المعيارية اللي راح يخوضها المنتخب الجزائري. ربما نقدر نقول الأولى كانت أمام بوركينا فاسو، الثانية أمام الكونغو، الثالث يعني المنافسة تمشي والمستوى قاعد يطلع. مباراة قوية جدا ولكن كل الاحتمالات واردة فيها. احنا عندنا تفوق نفسي وبسيكولوجي آخر 4 مباريات مع نيجيريا؟ إيه مع نيجيريا. إيه. نتكلم بصراحة أكثر، ماذا يغلق مسعود؟ المخاوف في هذه المواجهة؟ لا، المخاوف موجودة من الجانبين، حتى الجانب النيجيري مخاوف. لا أنت في المواجهة كجزائري وكصحفي جزائري وحتى كمشجع تخوف ربما من الخط الهجومي المرعب. راح نلعب أمام أفضل خط هجومي في الدورة، ولكن بالمقابل عندنا أوراق راح نلعبها، خاصة على مستوى الدفاع. المنتخب الجزائري أظهر صلابة دفاعية قوية جدا، ومن أفضل الدفاعات في البطولة، تلقى هدف وحيد. عندنا حارس مرمى عامل 3 كلين شيت. أنت ذكرت التاريخ ونحن نتابع التاريخ. هنا أبرز المواجهات بين المنتخبين نهائي 1980 تتويج نيجيريا بثلاثية. التتويج هذه فيه قصة. تتويج هذا فيه نرجع لك للقصة. نهائي 90 توجد الجزائر بهدف لا شيء، نصف النهائي 2009 في تأهل الجزائر. لكن نعود للقصة في 1980 في فوز نيجيريا بثلاثية. 1980 كانت هناك ظروف صعبة جدا في نيجيريا، ظروف سياسية صعبة، كانت هناك أحداث سياسية، كان هناك أعتقد صار انقلاب في البلاد في نيجيريا 1980. نعم. ما علاقة هذا في اتصال؟ لحظة جاي. في المنتخب الجزائري كان من أقوى المنتخبات وكان مرشح للفوز باللقب. اللي صاروا بشهادات من لاعبين سابقين في المنتخب الجزائري، عدة لاعبين آخرهم ربما صالح الصاد، قال أنه طلبوا منهم أو طلب منهم يعني عدم الفوز أو من اللي طلب منهم؟ طلب منهم، السلطات طلبت منهم، لأنه الوضع في البلاد كان سيء جدا في الجزائر بالطبع. أوكي. وقتها كانت الظروف صعبة جدا، وكانوا متخوفين من تبعات أي هزيمة للمنتخب النيجيري على أرضه. لكن غدا في 1990 فزنا ب5-1 في الدور الأول على نيجيريا، وفزنا ب1-0 في النهائي في 1990. وفي 2019 الجميع يعرف السيناريو، مخالفة رياض محرز والهدف الأسطوري اللي سجله. واليوم إن شاء الله، اليوم ان شاء الله راح راح نكرر راح نقاتل، يعني فيها هي مباراة تحتاج قتال. شوف. يعني مباراة تحتاج، وانتم اهلها، يعني دائما المحاربين يحضرون في قتالية، في روح، في اصرار، في عزيمة، في كل ما ينتظره الجمهور الجزائري في هذه المواجهة الكبيرة، وهو منتخب كبير. في الاوقات الصعبة دائما هناك انتفاضة، يعني المنتخب الجزائري بلاعبيه بمدربيه بمشجعيه، هذا وقتها تتوقع وجودهم؟ لا، حضورهم؟ بالطبع. متفائل امام بوركينا فاسو، بالطبع متفائل. نسبة هذه المواجهة والله نقدر نقول لك 55-45 للجزائر. انا واقعي جدا للجزائر بالطبع. طيب يفصل فتحي، تفضل فتحي. لا بالطبع الفريق الجزائري الحقيقة عمل في كأس فريقي هذه بداية ملحمة، اعتبرها بداية ملحمة مهما كانت النتيجة غدا. بطبيعة الحال نتمنى وأنه الفريق الجزائري اللي يقدم في مستويات راقية جدا عالية جدا بلاعبين أنا شخصيا أكتشفهم لأول مرة بهذا المستوى، أسماء جديدة مع بعض الأسماء المخضرمة. الفريق الجزائري يفرض الاحترام، الفريق الجزائري قادر حسب ما شاهدته أنه ينافس أي فريق آخر. اليوم المنتخب المغربي أعطانا درس ومش نربط مع المنتخب الجزائري، أعطانا درس وأنه دائما نتحدث، وصابر جبدها وحكيت عليها حتى أنا، وأنه بدنيا اللاعب الأفريقي أقوى من اللاعب العربي. اليوم المغرب الحاجز هذا تجاوزناه، اللاعب العربي قادر أن يكون أيضا بدنيا، واللاعب الجزائري بالروح اللي نعرفها عند اللاعب الجزائري، بالقوة النفسية اللي عنده، بجرينتا نتاع اللاعب الجزائري، وبيتكوفيتش مدرب المنتخب مع المدرب الهادئ بيتكوفيتش مسعود هادئ جدا، مدرب هادئ جدا. انا نعتبر وانه المنتخب الجزائري الحقيقه قادر وانه
يواصل هالملحمة هذه ويوصلنا لدور نصف نهائي عربي انتظرناه طويلا. ربما صابر جوجل يعطينا التاريخ وقتاش اخر نصف نهائي عربي. نعرف اخر نهائي 2004 تونس والمغرب، صح. هذا اللي اما اخر نصف نهائي عربي ما نتذكرش الحقيقه، كان ديما ربما السيطره افريقيه اكثر منها عربيه. انا الكل غدوه قلبا وقالبا مع المنتخب الجزائري، مع المنتخب المصري. كنت قلت انه المنتخب المغربي اليوم شاهدنا اروع معزوفه مغربيه، وغدا اروع سيمفونيه جزائريه مصريه، وهذا ما نتمناه للجزائر ومصر. الجزائر يعني صابر في هذه مواجهه كبيره امام نيجيريا. طبعا الجزائر عايز يوصل لدور الاربعه، نيجيريا عايزه توصل لدور الاربعه. الجزائر فازت 4 مباريات، نيجيريا كمان فازت في 4 مباريات، الاثنين متشابهين. الفارق انه اخر 4 مباريات ما بين نيجيريا والجزائر فازت فيهم الجزائر، تفوق في اخر 4 مباريات، تفوق واضح. اتمنى ان المحاربين يستغلوا هذه النقطه النفسيه المهمه جدا. في نقاط اخرى تانية، في مشاكل سمعنا عنها في منتخب نيجيريا، دي ملناش دعوه بها كانها مش موجوده، لانه على المنتخب الجزائري ان يحذر اذا كان فخ، رغم ان انا لا اراه فخا على الاطلاق، ولكن الحذر مطلوب في كل شيء. المنتخب النيجيري يملك نقاط قوه كبيره جدا يجب ان نتعامل معها، وان يقتحم المحاربون المباراه بنفس القوه، زي ما اتكلم فتحي، بنفس القوه اللي اقتحمها المنتخب المغربي. ما عندهمش الجمهور وراهم، ما عندهمش اي مبرر، ما فيش حجه، محتاجين الفوز، البطاقه الثانيه ان شاء الله العربيه في نصف النهائي، وتليها البطاقه الثالثه ان شاء الله المنتخب المصري. المنتخب الجزائري عنده كل المقومات اللي تخليه دفاعيا، اذا كان المنتخب النيجيري قوي جدا هجوميا، فالمنتخب الجزائري رائع دفاعيا. منقوص من خدمات ولاعبين مصابين. دفاع المنتخب الجزائري حجام غادر البطوله، رحيل 3 اشهر، شرقي مصاب، ايت نوري مش في الفورمه تاعه، حاج موسى موقوف، حاج موسى مش عارف. حاج موسى انا بتكلم عن اللاعبين المصابين يعني في الدفاع، نتكلم على خط الدفاع. بالرغم من المشاكل الكثيره اللي يعانيها المدرب، دائما يلقى حلول. تصور اليوم انت مدرب مقبل على مباراه مهمه، ومثل ما قال زميل فتحي هادئ ولا يشتكي، يقول لك هذه فرصه باش نجرب لاعبين اخرين. قولش ما عنديش حلول او ما عنديش لاعبين الخبره اللي قد، قول هذه فرصه لتجريب لاعبين. نقطه قوتنا في التلاحم المجموعه وفي قوه مدربنا. الشيء بالشيء يذكر اخر نصف نهائي عربي كان بين مصر والجزائر في 2010 وفازت مصر 4-0. ذكرتني 4 من ضمن الارقام ال4 اللي احنا كنا صحيح. شوف هو سأل السؤال فتحي ونحن اجبنا سؤال بريء بريء واخر نصف نهائي عربي. لا مش بريء جدا. مش بريء جدا. انا سالت يا مسعود. اي نعم، ومصر انتصرت ذكرى سيئه جدا. لا سيئه. لا شوف عشان نكون منصفين، هم فازوا بافريقيا وانتم تاهلتوا كاس العالم. ايوه صح. وكانت مفتاح فوز منتخب عربي ببطوله لو اغرقنا نحن في الحديث على عقده. والله فتحي يا بدر، فتحي سؤال فتحي هو اللي سأله. وسأل بعفويه، ببراءه جدا. اذا ستفاجئوني اذا كان هناك شيء وراء الاكمه. اما بعد ال4-0 هذه يظهر لي جات واقعه درمان. على كل حال لا خليه قبلها، بعديها لنتحدث عن المباراه. احنا سبق وقلنا ان هذا واحد من اقوى مباريات الدور الربع النهائي، هذا صحيح. انا اتمنى على المنتخب الجزائري خاصه انه يكون جيد في عمليه تحييد وسط الميدان اللي كيقدم الامدادات للثلاثي الهجومي الخطير لنيجيريا. لو سيطر على وسط الميدان غادي يجعل كل المهاجمين النيجيريين في وضع سالب وليس في وضع موجب. كل التوفيق للمنتخب الجزائري، منتخب المصري في صراع ناري مع الايفواري. نتابع معكم هذا التقرير يغلبنا اكثر فاكثر من هذه المواجهه الكبيره.